حكاية أول بيت في الدنيا. حكاية المعماري البدائي قبل ما يكون فيه مهندسين ولا رسومات ولا لابتوب. كان فيه إنسان واقف بيبص للسما، والمطر نازل عليه والدنيا برد، وقال جواه أنا عايز سقف يحميني من البرد والمطر. ومن اللحظة دي بدأت العمارة. بيت الطين، أول اختراع عبقري. الراجل ده ما كانش عنده أسمنت ولا خرسانة، بس عنده إيدين وعنده طين جنب النيل. بدأ يعجن الطين، يشكله بطوبه بإيده، يبني حيطة وبعدين يغطيها بجريد نخل وبردي. بس أول مطر جامد البيت وقع أو اتغرق. المرة اللي بعدها رفع الأرض شوية وتبت الحيطان أكتر. يعني ببساطة كان بيتعلم من الغلط وبيطور تصميمه. زي أي طالب معماري النهاردة بيعدي بريفيو ورا التاني مكان البيت، مش عشوائي خالص. الإنسان البدائي كان ذكي جدا، قاعد في مكان فيه شمس بس مش حر قوي، جنب مية بس مش قريب قوي عشان الفيضان، جنب مصدر أكل وسهل يلاقي فيه مواد بناء. يعني الراجل ده كان بيعمل تحليل موقع سايت أناليسيس من غير ما ياخد كورس فيه. وحتى لما حد بيموت العمارة كانت موجودة. المصريين من بدري كانوا بيهتموا بالدفن، كانوا بيبنوا وحطوا مع الميت حاجاته، أكله، أدواته. ليه؟ عشان كانوا شايفين إن الموت مش نهاية. وده خلى المقابر تبقى أول مثال لعمارة رمزية، شكل بيعبر عن فكرة مش بس وظيفته. الدروس اللي لازم كل طالب عمارة يفهمها: العمارة بدأت كاحتياج مش كرفاهية. التصميم الصح هو اللي يناسب البيئة والإنسان. أول مصمم في التاريخ كان بيشتغل بإيده وبيفكر بعقله. كل طوبة كان وراها سبب، فكرة، إحساس. وفي الآخر اسمع دي كويس، أنت كطالب عمارة مش بس بتتعلم برامج أو ترسم واجهات، أنت بتكمل مشوار بدأ واحد من آلاف السنين شاف الطين وقال هعمل منه بيت يعيش فيه إنسان ويحس بالأمان. وده أول تعريف للعمارة، مش مباني لكن حكاية بني آدم مع المكان.